إني خدمت هذا الوطن بلدي في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمهم الله جميعا، والآن في عهد الملك عبد الله. ربنا يعطيه القوة والسداد والتوفيق إن شاء الله، ويعين بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. أقولها بكل وضوح وصراحة: نحن مستهدفون في عقيدتنا، نحن مستهدفون في وطننا. أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولخطباء المساجد: دافعوا عن دينكم وبكل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عمل إيجابي، ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام، ونقول الحق ولا تأخذنا بالحق لومة لائم. فلنستعمل القنوات التلفزيونية ولنستعمل الإنترنت، وأنتم كل وقت تقرؤون وترون ماذا فيه. أرجوكم من الله عز وجل السداد والتوفيق. يرحمك الله يا نايف يا صقر السنة، والموت حق علينا يا صقور نايف. حنا معكم دام روسنا شم الهوى، يا شيعة لا تفرحون بخبر وفاة نايف. بعد نايف فيه نايف، النبض والقلب فدوة للوطن. يا شيعة هيهات الله أعطاكم عقل السفن، لن تدوم فرحتكم على وفاة صقر العرب. دام ربي معنا ومن بعد الله صقر نايف أمامكم بالمرصاد. هذه رسالة وجهها ردا صارما إلى كل من أساء إلى صقر السنة رحمة الله عليه. يحميك ربي يا وطن من كيد الحساد. الله يطول بعمرك يا أبو متعب، ودمت لنا ذخر وفخر. كلنا معك يا محمد بن نايف، يدا واحدة ضد من يحاول أن يمس الوطن بسوء. كلنا معك بحماية الوطن. دام عزك يا وطن وسلامتكم، أخوكم سامي المالكي.